صباح جميل للبسطاء الذين يعيشون حياتهم بعفوية، لعشاق السلام، للطيبين، لأصحاب النوايا المزهرة، للمبتسمين دائما. صباح الرزق والخير والعافية والمحبة والمودة، وهي أجواء الممطرة وهي أجواء الشتوية، مغيمة على برودة على مطر. وشقد حلو هاي الأجواء، ونبديها بالصلاة على محمد وأحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم بنات؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. اليوم عندنا فيديو جديد وحلو ممتع. قضيت يومي معاكم، كان يوم حلو ممطر وباردة، فقررت أسوي لهم مرقة عدس. يعني شنو، مخلص شوي مسواقني والثلاجة شوي فارغة، فشنو أبسط شي وأسهل شي وأطيب شي مرقة العدس، وهي أجواء الشتوية. أنا بديت أول ما غسلت العدس، غسلته وسلقته، والحمد لله بالشكر متوفر عدس. يعني شنو، الحكومة توفر إنه وهي الكمية. غسلته على السريع وسلقته ونقحت إنه تمن. واليوم عندنا قصة كلش حلوة وبيها عبرة. قصة أحد الخواتر راستني خاص وقالت لي ملقاوي سولفيها، وأنا كلش والله العظيم تفاعلت وياها وحسيتها يعني صدق خطية وماكو هيجي. يعني هسه انتم راح اسولفها لكم وانتم حكموا نفسكم. هنا أنا بنات سلقت العدس، شوفوا قريب يعني خليت له ماي وقريب يستوي. راح احمس له بصل ومعجون. يعني حمست له تاوة يعني على صفحة، لأن هو ماي العدس هواي والعدس هواي، فقلت ليش أفرغها، خل أحمس له دهين وبصل. هاي يعني للمستعجل على السريع. وألف فكرة وألف طريقة وألف لطبخ العدس. يعني أنتم كل من وحسب ذوقه وكل من وطريقتي، لا تعيبون على طريقتي، لأن هاي أنا طريقتي مستعجلة. حمست بصل، وخاصة هذا البصل الأخضر كلش حلو طعمه. وقريب يعني شوقر يصير أحمر، ضفت له شوي كاري وضفت له معجون، وراح يحمس أضيفه فوق آه العدس السالقتي. وهنا هم على صفحة أطبخ التمن. خل أسولف لكم قصة صديقتنا. خطية صديقتنا تقول عيالي بعاد علي وأهلي هم بعاد علي، وأنا أضوج وحدي. زوجي يروح للشغل وأطفالي يروحون للمدارس. يقول أنا أضوجن بعد، ويا من أقعد ويا من أسولف ويا من أضحك، أخلص شغل البيت أقعد. والله تدخل علي جارتي تقول أنا فرحت بدخلتي، تسولف وياي تضحك وياي تساعدني نتناقش، مرات نسوي عمل شعبي، مرات تساعدني بتكفيف البيت، سوي لنا أكلة نسوي لنا طبخة. تقول فرحت يعني أتونس من تجيني. تقول بس رجلي ما قابل، قال لي لا تدخل، لا تدخليها لبيتنا. تقول أنا بعد ما سمعت كلام رجلي وأدخل وأسولف وياها. تقول وأحمد برجلي، أحمد برجلي وأسولف على رجلي، أقلها زين وياي ينطيني. ما مخلي عليه قاصر، يشوفني تعبانة يقول لي لا تطبخين. يوم الجمعة أخطيه هو ما يخلي بنكات ما يغسلهن، يشوفني أغسل بطانيات أو فراش يغسل وياي يساعدني. تقول أنا أحمد بزوجي، أحمد بزوجي يمها. هي تتعجب تقولي وين أكو رجال هيك يحب مرتي، وين أكو رجال يساعد مرته، وين أكو رجال يشوف مرته نايمة ما يقعدها الصبح ويسوي له ريوق ويطلع. تقول أنا بعد على فطاريتي، على عفويتي، على نيتي، على يعني عبال الناس كلها، على قلب الصافي. تقول أنا ما منتبهت لها، كانت هي أنا من أسولف لها على زوجي هي منتبهت لي وانتبهت زوجي. تقول ليش ما يوم من الأيام خذت رقم زوجي وظلت تخابره وتراسله. اجا زوجي من الشغل عصبي وتعبان وقال انا مو قلت لا تدخليها عليني، مو قلت ما اريدها تدخل. قلت له ليش مو هذا، ليش ما تريدها تدخل، هي موستني تسولف وياي تضحك لي اوصيها على شغله تنظف وياي، انت تطلع انا وين اروحن. قال الا اقول لك هي تراسني، ظلت تراسني وتخابرني. انا ما صدقته، قلت هو من الاول ما يريدها، والنوب هو من الأول ما أريدها، طلع له حجة على المود لا أدخلها للبيت، على المود لا أتواصل وياها. يقول نوب ورا فترة من الزمن النوب تقول هو ظل يسأل عليها، هو ظل يخابر لها، هو ظل شكيت بيناتهم علاقة. يقول هسه أنا خفت منها، ظل هو يقول لي ليش ما تجي، ليش ما تودين عليها، وهي تخابر له. اكتشفت إنه هي تخابر له وهو يخابر لها، ظليت أخاف منها. هسه أنا إيش سويت؟ ندمت شي دخلتها لبيتي، أنا دخلتها بنية قلب وعفوية وكل طيب ومحبة. النوب هيك تسوي بيه. تقول هسه أنا محتارة شنو أسوي. بنات نصحوني، تقول أروح أقول لأهلها عليها، تقول خاف تصير عركة ومشاكل، عارك زوجي، تقول هم خاف يتغير وياي. تقول ظليت محتارة. بنات قصة صديقتني
ونصحى، وأنا أقول لها كلها منك صوج أنتي شلون تدخليها لبيتكم، شلون تأمنينها عليه. يعني هسه إحنا بهذا الوقت ما ظلت تتأمل الدنيا إذا ما نشوف نسمع. هذه التكنولوجيا موجودة، الإنترنت أشكال وألوان، وأنت تدخلينها على رجل، تدخلينها لبيتكم وتخلينها وتقربينها من رجلك وكل. يعني هاي الصراحة أعتبرها فهاوة، والله العظيم أعتبرها فهاوة. وإن شاء الله الله يسهل لك. وأنا أقول لك انطيها، يعني حسسيها إنه أنت عرفتي، حسسيها إنه أنت ما قابلة. وإذا ظلت مستمرة روحي قولي لأهلها عادي، يعني خسري مشكلة بسيطة ولا تخسرين زوجك. هنا أنا بنات بعد ما كملت غداهم وتغدينا، شفتوا غداني مرقة عدس وسويت وياها تمر ورهش يعني وهذا القاسم الله. وهنا أنا سويت للعشاء سمبوسة. احنا كلش نحب السمبوسة، من عشاق السمبوسة. سويت سمبوسة أم الجبن وسمبوسة أم اللحم وبتيتة. سمبوسة أم الجبن ثرمت لي نعناع، وعندي نوعين من الجبن، أي نوع جبن عندكم، جبن كالة، جبن هذا الصباح، بس شوي بيه ملوحة، اختاروا عن شنو الملوحة ومن تقلونه يصير كلش طيب. هاي السمبوسة. وهاي النوع الثاني من السمبوسة حمست لي لحم، وحمست لي بصل على السريع، حمست لحم وبصل وخليت لها فلفل أخضر وبالحمس، والنوب قلت بوتيتا وخليتها فوقها، أو تسلقون البوتيتا وتخلونها فوقها، وكلش طيبة ولذيذة. نحبها هاي هيك وصفات تفيد بالعشاء وبالغداء، وحتى والله عصرية جواعة هالأيام الشتاء ونجوع ونحتار يعني شو نسوي، خاصة إذا تقولين راح أسوي رجيم وما تتعشين نص الليل تقومين جوعانة وين ترحين. هيك الشغلات تفيدك. وبنات اخطية شو تنصحون صاحبة القصة صديقتني، وشو تكتبوا لها بالتعليقات هي تسمعكم. اختي هسه هي ضالة محتارة، تقول شو أسوي لي زعلة وعوف رجلي، لو أروح أقول لأهلها، وهم تخاف من المشاكل والطلايب. بعد اختي هاي ظلت يمكم. هنا أنا بنات من خلصت العشاء، يعني لف السمبوسة سويت لهم عشاء سريع، لأن اختي شنو مرقة الحدث أحس ما تقض قلبهم، فقلت خل أسوي لهم عشاء من وقت. شنو سويت؟ حمست لي هذا راس بتيتي، قصصته مكعبات وهيك يعني قليل زيت، قليته صار لونه ذهبي، طقيت عليه 4 بيضات، قلت لين إحنا جوعانين وهم يلا يكفينا. النوب اختي صادف وفاة أم البنين سلام الله عليها، جيراننا طابخين وجابوا ثواب تمن ودجاج، مثل ما قلت لكم جيراننا خطية طابخين ثواب لأم البنين، دجاج وتمن. خطية كسر على عشاء. عودك أنا سويت لهم سمبوسة وسويت لهم بيض، وسويت لهم هم قلات لهم باذنجان وخبز حار وشاي. فخطية البنات كلها تمن وأنا وبرقة وتعشينا بهذا عشاني. وسهمكم ألف عافية. وبنات لا تنسون صاحبة القصة شو تنصحون هي. أنا خطية سولفت وياها وحكيت وياها، بس هم بعد يعني تريد رأيكم وكتبونا بالتعليقات. وهذا عشاني اليوم، وسهمكم ألف عافية، والقريب يتفضل والبعيد سهم العافية. ولا تنسون اللايك والاشتراك وشوي تفاعلكم أريده بالقناة، لأن خطية ما ظل شي إن شاء الله وتقبط السنة، وأنا بهاي السنة كل شي ما حققت من الشروط، لأن شوية شروط صعبة مالت القناة، وأنا ما أقدر والله هالأيام يعني كلش ما ألحق، وشوية هاملتها. فأريد أنتم إن شاء الله ما تقصرون وياي، ومع ألف سنة.